هوندا سي ار في الجيل الجديد كليا اللي لسه ما نزلش ولسه هينزل في شهر 10 في الشرق الاوسط، واللي لسه الوكيل المصري ما جابهاش. العربيه دي لسه الجيل القديم منها موجود هنا في مصر، ولكن بيتباع بمليون و900 الف جنيه. النهارده معانا اول تجربه حصريه ليها في الشرق الاوسط، ومن التجارب القليله في العالم اتيحت لينا حصري. العربيه دي بقى لها معانا مده، دي تجربه مطوله ليها. هقول لك الخلاصه عن معشوقه الجماهير في العالم في الفئه بتاعتها في العربيات الاس يو في. هوندا سي ار في الشكل الجديد كليا. العربيه دي لازم تبقى عارف انها مش نسخه تحسينات منتصف العمر او فيس ليفت، لا ده جيل جديد كليا بعد مده من الملل كده. ان هوندا سي ار في الجيل القديم الاكثر مبيعا في العالم وفي اكبر اسواق السيارات في العالم اللي هو السوق الامريكي، العربيه الهوندا سي ار في، واللي عايشين في امريكا عارفين ده، معشوقه الجماهير. وبالارقام حتى العربيه حتى 2019 كانت بايعه 18 مليون عربيه. ارقام اسطوريه وارقام لا تضاهيها فيها في المبيعات الا سياره من فئه اخرى التويوتا كرولا في العالم برضه. فخلينا نتكلم عن ان سي ار في هي معشوقه الجماهير في فئتها. العربيه دي نسخه جديده كليا، لكن جديده كليا في التطوير الداخلي. الشكل الجديد، السمبلستي اللي بقت بتتميز بيها او البساطه اللي بقت بتتميز بيها هوندا. شكل الكونسول او الانتيريور اللي قدامك، الشكل البسيط جدا، والادوات وكل حاجه منظمه. في ناس بتحب الكلاسيكيه دي، وناس بتحب الابهار، عنصر الابهار شويه. لكن انا اعتقد ان اللي بيروحوا الهوندا بيبقوا عايزين عربيه غنيه وثريه وادائها جيد، وكمان فيها البساطه بتاعت اليابانيين اللي بتبعدك شويه عن التعقيدات او التكنولوجي الاوفر او الزياده شويه او التصاميم الكومبليكيتد المعقده. فالعربيه دي خدت الدي ان ايه الجديد اللي شفناه قبل كده. في اول عربيه طرحت بالدي ان ايه ده من هوندا كانت السيفيك الجديده برضو كليا. فلازم تبقى عارف انك انت هتشوف نفس المقصوره وهتشوف نفس الانتريور اللي كان موجود في السيفيك بشكله وشكل فتحات التكييف واسرار التكييف والشكل الجديد ده. العربيه دي كمان تغيرت تماما من الخارج، شكلها الخارجي تغير تماما. وخدت برضو حاجه حلوه قوي، كويس قوي ان عربيه اس يو في تاخد الشكل او الدي ان اي نفس الشكل بتاع النسخه السيدان. برضو السيفيك اول عربيه خدت الدي ان اي الجديد والتغيير الجديد ده، فتحس ان العربيه عباره عن سيفيك مرفوع عن الارض من الامام. الشكل الجميل والشبكه السوداء اللي اديتها شكل اكثر رياضيه. كمان التحسينات اللي على الفوانيس اللي ورا اللي خلتها اكثر جماليه واديتها طابع اوروبي شويه او طابع امريكي، بعيد عن التصميم الياباني المصمت اللي كان مستوحى من فولفو تماما. ما زالت الفوانيس شكلها برضه شبه فوانيس الفولفو، لكن الفوانيس خدت طابع اوروبي كده بشكل الليد الجديد. والعربيه خدت تحسينات كويسه، والعربيه دي زادت حوالي 5 سم من الامام والخلف، وده انعكس على مساحات ورحابه كويسين قوي. هنبقى نوريكم الكلام ده واحنا بنستعرض التجربه. دي اول تجربه للعربيه دي في الشرق الاوسط حرفيا. العربيه دي لسه لم تتواجد للبيع في الشرق الاوسط، وهتبتدي تتواجد في دول الخليج في شهر 10. النسخه اللي معانا دي كمان مش النسخه التايلانديه اللي بتنزل في دول الخليج، النسخه اللي معانا دي هي النسخه الامريكيه. تمام، فالعربيه دي هتلاقيها كامله مكمله، وبتنزل كمان بباكج الهوندا سينسنج اللي برضه هنشرحه. طب لما نيجي نتكلم عن الموتور، هل النسخه اللي معانا في الموتور دي فيها تطوير او موتور جديد؟ لا، هي النسخه ال 1500 تربو الشهيره اللي كانت بتنزل في السي ار في والمقبوله والجيده اداء، اللي بتخرج حوالي 243 نيوتن متر عزم. ليس افضل ارقام عزم وسط المنافسين، لكن المابنج بتاع هوندا وهندسه الموتور جيده جدا والاستجابه جيده جدا. وكمان بتخرج 190 حصان مع افضل نسخ البنزين. يعني هتلاقي فيه تضارب وارقام من 183 حصان لحد 190 حصان. نسخه 1500 تربو مع 243 نيوتن متر عزم، وبيخرجوا بدري على فكره، هو ده محسن القصه. و190 حصان، وكمان فتيس سي في تي. الفتيس السي في تي اللي هنا فيه سوفت وير 8 نقلات وهميه. لما جربنا الموتور ده سابقا، يعني الكلام عن الموتور ده هيبقى كلام مستهلك لان الموتور ده متجرب والكلام عنه كتير، وهو نفس الموتور اللي في النسخه القديمه مع نفس نسخه الفتيس. فلما جربنا الموتور ده سابقا اداؤه جيد جدا واداؤه متميز، وهوندا الوحيده اللي بتلاقي منها الفتيس السي في تي اكثر تناغما وفيها سنه رياضيه كده واستجابه جيده. لكن بتجربه المنافسين وتطوراتهم في الفتره الاخيره،
ما زال الفتيس السي في تي ممل، مفقدك حته في متعه القياده الصراحه. النقلات اللامتناهيه وعدم احساسك بالنقله، حتى لو كان في سوفت وير وهمي لكن مش قادر يضحك على اللي بيحب السواقه. الفتيس السي في تي رخم شويه في الحته دي. هل العربيه ما بتستجيبش؟ بتستجيب وبتزعق جامد قوي، وما زال الموتور ده برضه احد العيوب. لسه صوته عالي، نفس النسخه القديمه هو الموتور ده لسه صوته عالي شويه مع الحرق. فلازم تكون عارف ان العربيه دي ليست الامتع وسط منافسيها في تجربه القياده، ولكنها الاكثر تناغما وثباتا في الاداء، ومتميزه جدا جدا في الحته دي. فحته الموتور عشان ما نلغيش كتير، انت تقدر ترجع لتجربتنا السابقه وكلامنا عن الموتور ده، لكن ضيف عليها ان المنافسين بقوا يحطوا نكهه افضل، متعه شويه، او نواقل الحركه هناك بتدي استجابه امتع شويه من الاستجابه اللي هنا. رغم كده هوندا احسن حد تعرف تاخد منه في السي في تي دون ان تشتكي كثيرا لو انت مش من محبي متعه القياده يعني. استهلاك البنزين في العربيه دي كان متميز معانا الصراحه. شفنا 8 لتر وشفنا 9 لتر، يعني مع الضغط، وده مقبول على احجام زي دي، وزن زي ده. العربيه كبيره مش صغيره، والعربيه بتقدم مساحات جيده. بعض التصنيفات بتصنف العربيه دي ميد سايز رغم انها كومباكت ومنافس السيارات الكومباكت، لكن العربيه دي كبيره جدا، والجيل ده كمان جه كبر يعني. لما نيجي بقى عند حته الامان، هتجد في النسخه الامريكيه معانا دي المستورده المواصفه الرائعه، مجموعه هوندا سينسنج الكامله للامان، اللي فيها كل حاجه ممكن ان تتخيلها وشغاله اكيوريت جدا. الحمايه من الاصطدام الامامي، والتحذير عند الاصطدام الخلفي، والتدخل بفرمله الطوارئ، الامرجنسي سيفتي بريك، وثمانيه اير باجز موجودين محيطين بيك من كل حته، امام ما قبل الحادث وبعد الحادث. وكمان اللين كيب اسيست اللي بيتدخل تحذيري او بيبقى حاد جدا يرجعك للحاره، والادابتيف كروز كنترول الذكي جدا والمتميز جدا اللي بيقدر يحافظ على المسافه اللي انت ظبطتها للعربيه اللي قدامك، والعربيه تسوق نفسها لوحدها في الحارات. كل حاجه انت ممكن تتخيلها او محتاجها في الامان. البلايند سبوت، كل حاجه، التحذير من النقط العاميه. فالمجموعه للامان الكامله هوندا شهيره بيها الهوندا سينسنج بتنزل في النسخه الامريكيه دي، وهذا ما يميز، وعمرنا ما شفناه عندنا، وكمان ما كانش بينزل في الخليج في النسخه التايلانديه. فالموضوع ده رائع ومتميز. الامان في العربيه دي حدث ولا حرج، وانت بتاخده من صانع مش قليل، انت بتاخده من هوندا. باكج الاوبشن اللي في العربيه دي هي باكج جيده، باكج فيها كل حاجه انت ممكن تتخيلها اساسيه، وفوق الاساسيه كمان شويه. الكراسي الكهرباء في النسخه الاعلى اللي معانا دي بالميموري سيتس، في 2 ذاكره للكراسي، وكمان المرايات الكهرباء، وفتحه السقف هي مش بانوراميه للاسف، وده احد العيوب. الشاحن الوايرلس اللي ما زال ذكي جدا، وتقدر تقفله عشان الموبايل ما يسخنش وتستخدمه فقط كستان، علشان معظم الشواحن الوايرلس في العربيات ما بتتقفلش، ما فيهاش باور اون واوف، فتلاقي حطيت الموبايل انت مش محتاج تشحن، ولكن بتدي الموبايل جرعه شحن زياده، ده بيأثر على البطاريه وبيسخن الموبايل. كمان العربيه فيها الفرامل الكهرباء، فيها كل ما يمكن ان تفكر انك انت محتاجه، الاندرويد اوتو والابل كار بلاي الوايرلس، وده اوبشن مهم جدا جدا نفتقده في بعض السيارات الحديثه والاكثر تطورا، ان مفيش توصيل بسلك، فمجرد ما بتوصل بلوتوث بيتعرف لوحده ويفتح لك الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. الشاشه اللي فيها البلوتوث طبعا، المالتي فانكشن، كل ازرار التحكم في انظمه مساعده السائق امامك، اللين كيب اسيست والادابتيف كروز كنترول، كل حاجه انت ممكن تتخيلها وتحتاجها. الشنطه الكهرباء، يعني العربيه الصراحه مش ناقصها حاجه تقدر تقول انها قويه. لكن لنا تعليق هنا على العيوب بقى. تجد بقى العملانيه بتاعت اليابانيين والبعد عن الثراء في انه يحط لك اوبشن. تجد العربيه مثلا ما فيهاش مرايات ضم، وده شيء غريب جدا جدا، يعني شيء مستغرب ومش طبيعي الصراحه. تجد العربيه ما فيهاش امبيانت لايت، الموضوع ده برضه عجيب جدا جدا. فتحه السقف اللي هي مش بانوراما على الحجم الكبير ده، فهتنقصك بعض الحاجات اللي هتضايقك شويه. لكن العربيه فيها زي ما قلت لك باكج سريه، بس ليست الباكج الافضل وسط منافسيها. ويمكن العربيه دي بتيجي تقدم مفهوم الاعتماديه مع الاداء المتميز والرسوخ كده من هوندا واسم عريق زي ده. افضل الصناع اليابانيين من وجهه نظري اللي بيعرفوا يعملوا هندسه العربيات والاداء الجيد والعمر الطويل والاعتماديه. لكن يظل الصانع الياباني هو عنده مفهوم كده او كونسبت، لا مش هديك كل حاجه برضه. فيعني تجد بعض العيوب زي اللي بقول لك عليها دي، شكل الجنط ال 18 التقليدي والاعتيادي جدا،
العربيه دي في نسخه منها الجنط الاسود بيديها شكل رياضي، وبتبقى عامله زي ما يكون نايت باكج كده، بيبقى الطف الصراحه من الجنط اللي معانا ده. لكن العربيه زي ما قلت لك مش ناقصها حاجه اساسيه، وفيها فوق الاساسي كمان الفرش الجلد، يعني كل حاجه انت ممكن تتخيلها، يعني منافذ الشحن الكتيره جدا، ومنفذ التوصيل الكهرباء اللي في الشنطه الخلفيه عشان الكامبينج. يعني العربيه فيها كل حاجه انت ممكن تتخيل. تعليقي برضو على ان الكاميرا الخلفيه، العربيه ما فيهاش كاميرات 360، وده برضو احد العيوب، كان المفروض بقى ان يبقى في كاميرا 360. تعليقي على ان الكاميرا الخلفيه الريزوليوشن بتاعها ضعيف جدا بصراحه، يعني انت بتشوف بس الريزوليوشن ضعيف، وبالليل الايتمز مش واضحه، انت في حاجات ما تقدرش تعرف عليها بالليل. فده تعليقي على العيوب اللي شفتها في المنقوصه في باكج الاوبشن. العفشه بتاعت العربيه متميزه جدا الصراحه، متميزه جدا، ولا تميل للنشوفيه تماما، لكنها راسخه وثابته. ونظام الاول ويل درايف اللي شرحناه قبل كده باستفاضه في هوندا، وتدخل العجلات الخلفيه، واللي بيظهر قدامك هنا على العدادات بشكل لطيف قوي امتى العجلات الخلفيه بتتدخل وقت الحاجه والقصه دي. والنظام الدفع بيتحول لكلي اللي هو شغال على الامامي في معظم الوقت. فنظام الدفع الكلي مدي العربيه ثبات ورسوخ واداء متميز، ومخلي العربيه يعني متماسكه جدا، ومفيش فرق ولا هدر للطاقه. فالعربيه متميزه في الحته دي قوي يعني. المساحات بتاعت العربيه مهوله الصراحه. اكثر ما يميز العربيه دي في عربيه 5 مقاعد في نسخه 7 سيتس منها، لكن ما بتنزلش في امريكا، ومش هتيجي برضه، هتيجي الشرق الاوسط، هتنزل الشرق الاوسط النسخه التايلاندي، من كتر ما العربيه دي مساحتها واسعه. شنطه العربيه دي ال 561 لتر، شنطه متميزه جدا. الشركه اللي بتقدم العربيه دي هي هوندا كلاب ايجيبت، بتقدم العربيه دي بضمان 3 سنين استيراد، وممكن المغتربين يستفيدوا من ده لو لحقوا يعني في الفتره المتبقيه كمان، ويتعفوا من جزء من الضرائب او الجمارك. فالعربيه دي بتتقدم بضمان 3 سنين من هوندا كلاب ايجيبت، وبتيجي بثلاثه كاتيجوريز. الثلاثه كاتيجوريز دول بيبتدوا من مليون 490 الاي اكس، وكمان في نسخه بعد كده بتبقى بمليون 790، والنسخه اللي معانا الاول ويل درايف مليون 990. كل دول ضيف عليهم 100,000 جنيه لو انت عايز نظام الاول ويل درايف. فالسياره متاحه. باقي بس حته ما اتكلمناش عنها، عرض العربيه للمكسوره متميز جدا، وخامات العربيه جيده ومتميزه، والبعد عن البلاستيك كتير في العربيه. عايز اقول لك ان هوندا سي ار في وهوندا عموما هتظل ليها عشاقها، وهتظل خيار مريح نفسيا. اللي بيشتري العربيه دي بيبقى عارف ان هو حط فلوسه في حاجه مضمونه. لو هو بيقتني عربيه فعلا مش موضوع استثمار، اللي هو الاعتقاد الخاطئ اللي منتشر اليومين دول ان العربيه استثمار، هيبقى عارف ان هو خد حاجه فعلا فاليو فور ماني، او عربيه هتعيش معاه العمر الطويل وتديله اللي اتعملت عشانه بالظبط. شكرا، وكان معاكم محمود خيري في اول استعراض في الشرق الاوسط لهوندا سي ار في الجيل الجديد كليا.